فيلمنا بيبدأ مع الكاتبة المشهورة راشيل اللي حصلت أعمالها على جوائز كتير، وبتكون متخصصة في كتابة القصص والروايات الخيالية. وأعظم فرحة في حياتها هي ابنها توماس، وجوزها براين بيكون كاتب برضه، لكن مفيش أي ناشر بيهتم بكتاباته. وبنعرف إن توماس مش ابن براين، لكن هو ابنها من جوزها الأولاني اللي بيكون مات قبل ما تتجوز براين. وبيجي توماس يطلب من والدته إنها تلعب معاه، ولكنها بترفض بسبب ضغط الشغل اللي معاها. فتوماس بيزعل وبيروح يكتب على التلاجة بحروف مغناطيسية، وبيكتب جملة توماس كان هنا. وأثناء ما راشيل وبراين بيتكلموا مع بعض، بيخرج توماس وبيروح يلعب عند بركة المية. وبعدها راشيل بتقوم تجهز الأكل وبتنده على ابنها، لكنه مش بيرد عليها، وبتلاحظ إنه مش موجود في البيت كله. ولما بتخرج تدور عليه بتلاقي اللعبة بتاعته موجودة على سطح المية. وساعتها راشيل بتعرف إن ابنها غرق في المية ومات. ومن وقتها وراشيل حياتها اتدمرت بسبب فقدان ابنها. وبعد ما بيعدي 8 شهور على موت توماس، بتيجي شارون صاحبة راشيل وبتنصحها تسافر لجزيرة منعزلة معروف عنها الهدوء، وده علشان تقعد في بيت على الساحل هناك وتغير جو وتنسى الفترة الصعبة اللي مرت عليها. وبتوافق راشيل وبتقرر إنها تروح لوحدها، وده بعد ما بتطلب الطلاق من جوزها براين. وبعدها بتوصل راشيل الجزيرة وبتأجر البيت علشان تستقر هناك، على أمل إنها تنسى اللي فات، وكمان علشان تقدر تكمل روايتها الجديدة في هدوء. ومع ذلك بتفضل راشيل تلوم نفسها طول الوقت لأنها نسيت تقفل البوابة، وكانت سبب من أسباب موت ابنها. وفي يوم بتقرر تخرج تتمشى على الجزيرة لحد ما بتقابل راجل اسمه بيني ومراته ماجي، وبتسألهم على الاتجاهات اللي المفروض تمشي عليها علشان توصل للمدينة. وبعدها بتوصل للمدينة فعلا، بس فجأة بتقابل ست بتقول لراشيل إن ابنها كان مستنيها على المرجيحة علشان تلعب معاه. فراشيل بتستغرب جدا، ولما الست بتشوف ارتباك راشيل بتعتذر لها وتقول لها إنها غلطانة واللي شافته ده أكيد هيبقى ابن حد تاني. وبعدها راشيل بترجع البيت وبتكون لسه هتبدأ في كتابة روايتها الجديدة، بس فجأة بتسمع صوت ابنها توماس، وكمان بتشوف روحه موجودة قدامها في البيت وبعدين بيختفي. فراشيل بتتوتر وبتخرج من البيت بسرعة، وبتقرر تركب مركبة وتمشي بيها في المية لحد ما بتوصل لجزيرة تانية شكلها جميل. فبتنزل من المركب وبتفضل تصورها، وبتقابل شاب اسمه أنجلوس واللي بيكون شغال حارس للمنارة اللي في الجزيرة، وبيتعرفوا على بعض هما الاتنين. وبعدها راشيل بترجع للبيت بتاعها وبتطلع ألعاب ابنها توماس من الشنطة وبتوزعها في البيت علشان دايما تفتكره. لكن فجأة بتلاقي جملة ما تنساش تبص وراك مكتوبة على لوحة ابنها توماس. فراشيل بتتوتر وبتبص وراها بسرعة، لكن مش بتلاقي غير انعكاس صورتها اللي في المراية. ولما بترجع تبص على اللوحة بتلاقيها فاضية ومش مكتوب عليها أي حاجة، فبتبقى مستغربة جدا. وبعدها بتخرج تريح شوية على المكتب بتاعها، بس بتصحى على صوت ابنها توماس، وفجأة بتشوفه بيتمشى ناحية المية اللي ورا البيت. فراشيل بتروح تحضنه وبتترجاه إن ما يسيبهاش، بس توماس بيفضل يشد فيها لحد ما بينزلها معاه للمية وبتكون هتغرق. بس فجأة بتصحى من النوم وبتعرف إنها كانت بتحلم، والغريب إنها بتشوف توماس موجود جنبها على السرير، لكنه بعدها بيختفي فجأة. تاني يوم راشيل ما بتكونش قادرة إنها تكتب أي حاجة في الرواية بتاعتها، فبتقرر تروح تزور أنجلوس في المنارة. وأثناء ما هما بيتكلموا مع بعض راشيل بيعجبها لوحة متعلقة على الحيطة، فأنجلوس بيقول لها إن مراته كيت هي اللي رسمتها، وده كان قبل ما تمشي من المنارة وتسيبه لوحده، وده لأنها ما قدرتش تستحمل العيشة في الجزيرة. وبعدها بياخد راشيل ويطلعوا لسطح المنارة وبيفرجها على منظر الجزيرة من فوق، وبتكون مبسوطة جدا بجمال المنظر. بعدها بتشكره على اليوم الجميل ده وبتديله رواية من بتوعها كهدية ليه. وبتمر الأيام وراشيل بتحاول تتأقلم مع حياتها الجديدة، وبتبقى بتقضي كل يوم مع أنجلوس. وفي يوم بتقف راشيل مع أنجلوس علشان يتصوروا مع بعض، بس الموقف ده بيفكرها بابنها لما كانت بتتصور معاه قبل ما يموت، وعلشان كده المود بتاعها بيتغير وبتقول لأنجلوس إنها مضطرة تسيبه. وبتقرر تروح تقعد في كافيه لوحدها، بس فجأة بتجيلها الست اللي شافتها قبل كده، بس المرة دي بتسألها ليه نسيت تقفل بوابة البيت. وده بيخلي راشيل تفتكر وقت موت ابنها وبتحس بالذنب أكتر. والست بتكمل كلام وتقول لها إن ابنها قريب جدا منها وإنه بيتابعها لأي مكان بتروح فيه. فبتتصدم راشيل وبعدها بترجع للبيت، بس بتلاقي مكتوب على التلاجة جملة توماس كان هنا. فراشيل بتخاف وما بتكونش قادرة تقعد في البيت لوحدها، فبتقرر تروح تقعد مع أنجلوس، وبتقوله إنها ما كانتش تتوقع إن الأموات ممكن يتواصلوا مع البشر اللي بيحبوهم. وبتفضل تلوم نفسها وتقول إنها لو كانت خرجت تلعب مع ابنها ما كانش كل ده حصل. وأنجلوس بيفضل يواسيها وبيقرب منها، وبتحصل علاقة بينهم هما الاتنين. وتاني يوم بيقول لها أنجلوس إنه قرا الرواية بتاعتها وطلعت جميلة، وعلشان يردلها الهدية نحت لها مركب صغير كتذكار منه، وكمان ساب لها مفتاح المنارة علشان تيجي في أي وقت. وبتطلب منه راشيل إنه يروح معاها لحفلة عيد ميلاد ماجي بكرة،
وبيوافق أنجلوس. ولما بترجع راشيل للبيت بتاعها بتلاقي الحروف اللي على التلاجة اترتبت بشكل عشوائي، فبتستغرب جدا. وتاني يوم بتروح لحفلة عيد ميلاد ماجي وبتفضل تدور على أنجلوس هناك لكنها مش بتلاقيه. ولما بتروح تسأل الضيوف إذا كان حد منهم شاف أنجلوس في المكان، الناس بتستغرب جدا وبيقولوا لها إن أنجلوس حارس المنارة اتوفى من 7 سنين. فبتتصدم من كلامهم وبتكون فاكراهم بيهزروا، لكنهم بيأكدوا لها إنه مات فعلا. وكمان بيقولوا لها إن المنارة بقت بتشتغل من تلقاء نفسها بعد موت أنجلوس. فراشيل بتسيبهم وتمشي وهي في حالة صدمة من اللي سمعته، وبتكون مش فاهمة حاجة ولا مستوعبة الكلام. وبتروح للمنارة لكن مش بتلاقي المفتاح اللي سابه لها أنجلوس قبل كده، بس فجأة بتلاقي الباب بيفتح لوحده. ولما بتدخل جوه بتلاحظ إن المكان مليان بالتراب وكأنه مهجور ومحدش عاش فيه من فترة كبيرة. في نفس الوقت بيجي بيني للمنارة لأنه بيكون قلقان على راشيل، وبيقول لها إنه كان شاهد على الواقعة من 7 سنين لما جه المنارة وقتها وشاف كيت مرات أنجلوس وقع على الأرض وهي ميتة. وبيقول لها إن أنجلوس هو اللي قتلها بعد ما شافها بتخونه مع صياد اسمه جوردن واللي قتله هو كمان. وبعدها أنجلوس انتحر ورمى نفسه من فوق، لكنها مش بتصدق كلامه وبتقوله إنها عاشت مع أنجلوس طول الشهر اللي فات. وعلشان تأكد له كلامها بتطلع الكاميرا بتاعتها علشان توريله الصور اللي اتصورتها مع أنجلوس، لكنها بتتفاجئ لما مش بتلاقي الفيلم بتاع الكاميرا موجود أصلا، وكمان مش بتلاقي المركب الهدية اللي عملها لها أنجلوس. فبتستغرب جدا وبتكون مش مستوعبة وفي نفس الوقت مش مصدقة القصة اللي بتتحكى لها. فبياخدها بيني ويوريها قبر أنجلوس علشان تصدق. وساعتها راشيل بتتصدم وبتبقى مش عارفة هي كانت عايشة مع مين طول الفترة اللي فاتت، لكنها مش بتستسلم وبتروح للأرشيف علشان تدور على أي جريدة صدرت وقت وفاة أنجلوس. لكن للأسف الموظفة بتبلغها إن الفترة دي كان في عطل في الشبكة وما قدروش يصدروا أي جريدة. ولما راشيل بتترجاها إن تشوف ولو صورة واحدة لأنجلوس، موظفة الأرشيف بتنصحها إنها تروح للمكتبة العامة. وبالفعل بتروح للمكتبة ولكنها للأسف بتلاقيها أجازة لمدة 3 أيام. فراشيل بتتصل بصاحبتها شارون وبتحكي لها عن كل اللي حصل معاها، وإن أي حاجة تخص أنجلوس اختفت فجأة وكأنه ما كانش موجود في حياتها أصلا. فشارون بتبلغها إنها هتركب أول طيارة وتجيلها. وبعدها بتكون راشيل موجودة في البيت، بس بتشوف نور خارج من سطح المنارة، فبتروح على هناك بسرعة. بس لما بتدخل جوه بتسمع أصوات غريبة، لكنها بتكمل وبتفضل تطلع على السلم لحد ما توصل لسطح المنارة. وبتتفاجئ لما بتشوف أنجلوس واقف قدامها. وفي نفس الوقت بتوصل صاحبتها شارون وبتطلب منها إن تنزل من على السطح. وبالفعل بتنزل راشيل بسرعة وتقول لها إنها لسه شايفة أنجلوس حالا جوه المنارة. بس وهما بيتكلموا فجأة بيظهر أنجلوس من ورا شارون وقدام راشيل، فبتقول لها تلف وشها بسرعة علشان تشوفه. وفعلا بتلف شارون، لكن المفاجأة إنها بتقول لها إن مش شايفة أي حد موجود، مع إن راشيل بتكون شايفاه وكمان بيكون ماسك سكينة في إيده. وفجأة بيطعن شارون بالسكينة في جنبها وبتجري راشيل من المنارة بسرعة لحد ما بتوصل للكافيه، وبتوصل من بيني إن يروح معاها. وبيرجعوا سوا للمنارة بس مش بيلاقي أي علامة تدل على إن أنجلوس أو شارون كانوا موجودين هنا. وراشيل بتكون مش فاهمة حاجة، لكن بيني بيقول لها إن أعصابها تعبانة وأكيد صاحبتها شارون لسه جاية في الطريق. فبتتصل بشارون لكنها مش بترد عليها، وده بيخليها تتجن أكتر لحد ما بتقرر تروح لبيت الست اللي قابلتها قبل كده. فبتقول لها إن اسمها نورة وإنها وسيطة روحانية، وبتقول لها إن عندها قدرة على التنبؤ بالمستقبل. وبتبلغها إن ابنها توماس بيبعت لها رسائل تحذير كتير من حاجة معينة طول المدة اللي فاتت. وكمان بتقول لها إن الناس اللي بيموتوا منتحرين زي أنجلوس بيكون محكوم على أرواحهم تتجول بين عالم الأحياء والأموات. وبتنصح راشيل إن تمشي من الجزيرة حالا ومترجعلهاش تاني. وبالفعل بتوافق راشيل وبتكون راجعة البيت علشان تلم حاجتها وتمشي. بس في نفس الوقت ده بيكون براين موجود في بيتها وبيسرق أي حاجة تخصها. وفي الوقت نفسه بتكون شارون قاعدة مع أنجلوس، واللي بنكتشف إن اسمه الحقيقي باتريك. وبنعرف إن هما الاتنين متفقين مع برايم اللي كان بيغير من مراته راشيل من فترة كبيرة بسبب شهرتها والمكاسب اللي بتحققها من بيع رواياتها، وهو محدش مهتم برواياته. وكان مهمتهم إن يخلوا راشيل تبقى زي المجنونة قدام سكان القرية وقدام نفسها كمان. بس شارون بتقول لباتريك إن شكله وقع في حب راشيل، لكنه بيقول لها إنه محصلش وإن كل اللي همه ياخد باقي حصته من الفلوس اللي اتفقوا عليها. وبعدها كان مفروض إن باتريك هيركب القطر ويمشي، لكن بيبان إنه فعلا اتعلق براشيل وبذكرياتهم سوا، وبيقرر ما يركبش القطر وبيرجع تاني للجزيرة. وبتكون راشيل وصلت للبيت بتاعها، لكن براين بيهجم عليها وبيكتم نفسها بمخدر لحد ما تفقد الوعي، وبتكون شارون معاه. وفي الوقت ده بيوصل باتريك للمنارة، بس بيلاحظ إن النور فيها عمال ينور ويطفي بطريقة غريبة. ولما بيدخل جوه بيسمع أصوات غريبة، وفجأة حاجة مخفية بتقرب منه وهو مرعوب وعمال يصرخ.
وبنروح لنورا اللي بتروح لبيت بيني وبتبلغه إن راشيل في خطر ومحتاجة مساعدة، وفي الوقت ده بتكون شارون وبرايم وصلوا للمحيط ومعاهم راشيل علشان يرموها في المية، وهما مطمنين لأن سكان القرية معتقدين إن راشيل اتجننت وبالتالي هيفكروها انتحرت. بس فجأة بيلاحظوا إن في شخص واقف على سطح المنارة وبيكون باصص عليهم، وساعتها بيعرفوا إن باتريك رجع للجزيرة ومركبش القطر، لكنهم بيقرروا يكملوا في خطتهم. وبيلاحظوا إن راشيل بدأت تفوق، فبيرموها بسرعة في المية وهم رابطين رجليها بالسلاسل، وبتكون السلاسل بتسحبها بسرعة على عمق المحيط، لكنها فجأة بتسمع صوت ابنها وهو بيقول ما تنساش تبص وراك. وبالفعل بتلف وشها وبتشوف قدامها مفتاح السلسلة، فبتاخده وتفك نفسها وبتعوم لحد ما تطلع على سطح المية، وبتقرر إنها تنتقم منهم. وبيكون برايم وشارون طالعين على سلم المنارة، فبتلحقهم راشيل وبتهجم على شارون وتخلص عليها، وبعدها بيجري برايم على السلم وراشيل بتطلع تجري وراه. بس وهي طالعة بتلاحظ شخص منزلها خطاف من فوق، وبيتضح إن الشخص ده هو باتريك، لكن بيكون استحوذ عليه روح أنجلوس، وبيحط الخطاف في رقبة برايم وبيخلص عليه. في نفس الوقت ده بيوصل بيني للمنارة وبيشوف باتريك وهو بيقول لراشيل إنه حبها بجد، وبعدها روح أنجلوس بتجبره يرمي نفسه من فوق، وبالفعل بينط باتريك في المية وينتحر. وبتكون راشيل حزينة جدا على فراق باتريك لأنها حبته هي كمان. وبعدها بتمشي راشيل من الجزيرة وبترجع لبيتها القديم، وبتقرر إنها تنسى الماضي وتبدأ حياة جديدة. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.